يابا هذا الكولونيل مخترع الكنتاكي كان يقلي الدجاج في قدر ضغط. بهذا الفيديو راح نجرب نفس الطريقة اللي اخترعها هو. راح نجيب لنا دجاجة وراح نقطعها قطع صغيرة بالضبط مثل ما يسووها كنتاكي، واهم شيء راح نخلي معاها العظم حتى نشوف راح يستوي من جوا او لا. البهارات المكتوبة بالشرح راح نخليها كلها بكاسة، نخلطها كل زين وراح نتبل بيها الدجاج على الناشف من كل الاتجاهات. فوق الدجاج مالتنا راح نخلي لبن عيران، راح يطري الدجاج وراح يسويه كلش جوسي. راح نغلفها ونخليها بالثلاجة ليلة كاملة بعد احسن. نطلع الدجاج وراح نشيله ونخليه بالطحين. راح نقلب الدجاج مالتنا بالطحين لمدة دقيقة كاملة، بحيث من نجي ننفضها بهالطريقة هذه يطلع عندنا مثل هاي الشعيرات، راح يصير عندنا كلش كريسبي. راح نجيب قدر ضغط لازم يكون رفيع وطويل، نخلي بيه شوية هواية زيت، لازم اكو مسافة بين الزيت وفراغ. هسه راح نجهز طفاية الحريق مالتنا وراح ننزل الدجاج مالتنا على حرارة 205 مثل ما كان الكولونيل يسويها بالضبط. نسد الغطا مالتنا وراح ننصي النار. صراحة هنا كنا كلش خايفين ينفجر علينا جدر الضغط وبيه طن زيت ويصير بيه لهب ونار. بعد تقريبا 8 دقائق راح ننفذ جدر الضغط مالتنا. اوف، كانت 8 دقائق جدا طويلة وفول توتر. طلع الدجاج هو شكله يخبل، فول كريسبي من برا. راح نقيس الحرارة الداخلية مال الدجاج ممتازة، مطبوخ مليون. بصراحة انا اشوفه شوية استوى زيادة. راح نقليها مرة ثانية بس لمدة 5 دقائق فقط. اللون بيرفكت ذهبي يخبل. جبنا بطاطا شرايح وخلناها همينة بقدر الضغط وضغطناها ل 8 دقائق. راح نجيب المنقض مالتنا وننفس بيه جدر الضغط. نطلع البطاطا شكلها حلو بس صراحة مو كلش كريسبي. سوينا بليتنج للصحن مالتنا وبلشنا ناكل. بس صراحة الدجاج كان كلش مستوي من جوا وطري ولونه ابيض. صار وقت هجوم الشباب، كلهم حبوها وكلش كريسبي. ملاحظة الطبخ بجدر الضغط جدا خطر، ديروا بالكم لازم تاخذون كل الاحتياطات في مال الله.